ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بعد ما عملنا الحلقة بتاعت البتنجان، يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم. معايا هنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنعمل بها ايه؟ حطيت عليها طبعا شوية من الزيت، شوية صغيرين من الزيت وشوية من الملح. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. وشوية من الفلفل الأسمر، شوية من الفلفل الأسمر اهو، وهندعكها ببعضها كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا حبايب قلبي هنا كده اهي. هنعمل ايه معايا هنا؟ اجيب لحضراتكم واوريكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. معايا هنا نص كيلو من البطاطس المسلوقه. طبعا بعد ما سلقتها غسلتها غسيل كويس عشان ما يبقاش فيها طينه او فيها اي حاجه. هنعمل ايه كده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلاه وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقشرها وهنهرسها وهوريكم حبه كده، وهوريكم انا هعمل ايه، ونرجع لبعض تاني ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهنا برضو هجيب معايا هنا ايه، حبه من الفيجيتار اهو. هرجع لكم تاني بعد شويه لحد ما اهرس البطاطس وارجع لكم واقول لكم هنعمل ايه. يا حبايب قلبي اللهم صل على النبي، حطينا فلفل اسمر وحطينا حبه من بهارات اللحمه، وادي البطاطس هرسناها كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. صلاه وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. حته من اللحمه كده وحته من البطاطس وهنكورها كده اهو. ابعد وشك عشان الزيت اهو يا حبايب قلبي كده زي ما احنا شايفين. وهنتبلها كده في الفيجيتار اهو. دي اول كوره. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. نكورها يعني ايه، تتسلق كده ونشطفها من الميه عشان بيبقى فيها ترابه، بيبقى فيها رملايه، نشطفها شطفه كويسه كده بالصلاه على النبي. نقوم عاملين كده اهو. اللحمه دي انا ما شوحتهاش ماشي، احنا عملناها كده مع بعض. هنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. معلش يا جماعه، في ناس بتبقى جنب مننا بقى، يعني اللي بيعمل حاجه اللي بيدوق او كده او كده، يعني ايه، ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. ماشي اهو يا حبايب قلبي كده. دي تاني كوره اهي. وبعد ما اخلص الكميه كلها هوريكم واحده تانية، وبعد ما اخلص الكميه كلها اوريها لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اهو يا حبايب قلبي كده نقفلها كده اهو، بنكورها كده اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده التكويره بتاعتها. نعملها في الفيجيتار اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اطلعها بالشكل النهائي هوريها لكم. قلبي اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور عليه افضل الصلاه والسلام. اهي دي معموله بالفيجيتار اهي، من ناحيتين، من هنا ومن هنا اهي. دي اللي احنا عملناها معاكم. شايفين اللحمه من جوه، شايفين شكل اللحمه اهو. يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم. وهنكمل بقى الباقي اهو يا حبايب قلبي، متحمره من هنا ومن هنا، بس انا يعني ايه مش منشفاها قوي. قولوا لي بقى ايه رايكم في اللحمه اللي احنا عملناها كبيبه النهارده. يعني بطاطس مسلوقه، نص كيلو بطاطس مسلوقه على ربع كيلو لحمه وما فرمناهاش. حطينا عليها نقطه من الزيت وقلبناها في الطبق، واللهم صل على النبي، وحبه من الفلفل الاسمر وحبه من بهارات اللحمه، وهرسنا البطاطس زي ما حضراتكم شايفين. وقمت وعملتها كده زي الكبيبه زي ما حضراتكم شايفين برضو، وحشيتها. وكان في فيجيتار
بعد ما عملتها زي الكوبايه قلبتها لحضراتكم كده ووريتها لكم وعملنا الزيت قدحناه، وزي برضو ما حضراتكم شايفين كده. يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم، اعملوها وجربوها مش هتندموا. يا رب اي حاجه بعملها تعجبكم وتنال اعجابكم، وتعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله، وربنا يجازيكم خير الجزاء. السلام ختامي احسن ناس في الدنيا كلها بره مصر وجوه مصر، استودعكم الله الذي لم يضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.